الدنيا مليئة بالوفرة وخلقت لتعطي من يعطي. فاسأل نفسك سؤال: متى آخر مرة أعطيت؟ بغض النظر وضعك المادي، بغض النظر شو درجتك الاجتماعية. العطاء مش معناته أنت معك زيادة ولازم تعطي. في عز حاجتك أنت بتعطي، وهنا قانون الوفرة يتفاعل معك، أنه الكون مليء بالعطايا. ثق تماما كل شيء أنت بتعطيه يعود عليك أضعاف. طيب، الحديث الشريف واضح: ما نقص مال من صدقة. يعني عمر هالصدقة ما بتنقص لك مالك، وانت في عز حاجتك لما تعطي بيعود عليك. تعطي علم، تعطي حب، تعطي تسامح، تعطي مغفرة. المهم انك تعطي، والشيء المحتاجه كثير جرب اعطي منه وشوف النتائج كيف راح تعود عليك. هذا قانون كوني، جربوها واكتبوا لي. السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شخباركم؟ صحة وسلامة إن شاء الله. اليوم حبيت وياكم روتين تحفيزي، شغلات المطبخ، الطرمة، الحمامات، في شي بسيط. طبعا هو روتين تحفيزي ليس إلا. هذه عندي نظفت الثلاجة وشفت عندي الشجر مو بكل الأوقات الأولاد يرغبوا له، لكن يحبون هاي الوصفة اللي أسويها، اللي هي متبل كوسة. طبعا أنا منزلتها بالقناة، أكلة كلش طيبة، كلش مغذية، وكلش راح تحبوها. هنا أنا بلشت بالغداء وسويت المجدرة، عدس من هذا العريض وبرغل من هذا الخشن حسب رغبتكم. أنا هنا خليت كوب برغل وخليت كوبين عذرا كوب عدس وكوبين برغل. انتي حسب رغبتك ايش قد ما تردين تخليه نخليه. هنا هذا راسين بصل قطعتهم جوانح. ارجع واقول حسب رغبتك انتي ايش قد تردين تقللين برغل تزيدين عدس، هذا كيفك. هنا سلقت العدس مي وعلى النار سلقته، أريده يتسبك ويستوي. بعد ما قام يفور حسيته نص استواء، خليت البصل على النار وبديت أحمس بيه. البصل يريده يتكرمل. الكرملة مال البصل تعطي طعم كلش طيب لهاي الأكلة المجدرة. أنا هنا سويتها اليوم على الدجاج، ورق غار، على نومي بصرة، على شغلات انتي اللي تحبيها، قرنفل، على شنو اللي انتي تحبوه بالبهار. هنا أنا ويا ما نظفت الثلاجة أيضا شفت عندي راس لهانة وشوية قرنابيط، سلقتهم وأريد أسبكهم وأستوهم حتى أريدهم طرشي. بعد ما بردوا وكملتهم، أني ساقي قبل بيوم شوندر، خليته بالدبة، وراح أخلي القرنابيط واللهانة بالدبة. وهنا شفتوا صار كامل. خليت هنا خل أبيض مقدار قلاص أو نص قلاص نقول إذا تردون. أنا كان عندي شعب بالبطل شي كلش قليل، خليته من أجل الحموضة، حتى لأن تعرفون الشوندر طعمه كلش حلو، فخليته. هنا استوت المجدرة مالتنا وسهمنا وسهمكم العافية. طبعا جربوها كلش طيبة. كيفكم تردون تسووها نباتية، تردون تسووها باللحم المثروم، تردون تسووها بالدجاج. أنا سويتها بالدجاج. بعد ما كملنا الغداء الأولاد رادوا كيك. هنا بلشنا بالكيك. طبعا هسه أنزل لكم المقادير مالتها على يوم كاملة. 3 أكواب طحين، نشا، شكر، يعني شغلات اللي انتو تريدوها، انتو اللي تحبوها. طبعا على يوم انزل لكم مقاديرها بالكامل. كلش طيبة، والنشا ينطيها فد طعم طيب وهش، ما يخليها تتفتت.
يعني طبيعة النشا الذرة كلش يسخن من قوامها ويسويها طعمها كلش طيب. هنا بلشنا بالكيك. طبعا أنا وبنتي الكيك باعتبار بحكم هسه احنا مدارس كلش يفيدنا. بعد ما كملنا الخليط ذبينا هسه الشكر وبدينا نخلط بيه، والحمد لله والشكر. ولو تأخرنا لأن تعرفون كان عندي 3 قوالب كيك، إضافة إلى سويت معجنات. يعني أرجع وأقول لكم مدارس وتفيد الشغلات هيجي أكلات الصبح الأولاد ما يتريقون، فأنطيهم قطعة كيك وحليب. هسه تقولوا لي محمودي خليتي شكر هواية. لا، مو أني عندي الأولاد ما يشربون شاي، فلهذا أعطيهم حليب. الحليب فاهي طبعا بدون شكر، فالكيك شوية بيه حلا. هنا أنا كملنا الكيك وقطعته، خليته بالحافظات. جزء من عنده أخذناه، كنا عندنا زيارة رحنا زرنا وندعينا لكم. هذه الثانية ما قطعتها، خليتها هيجي وبردتها وضميتها بالمجمدة. هنا أنا عندي فطائر، سويت فطائر مغلقة وميني بيتزا. سويت بالدجاج وسويت بالجبن والزعتر وسويت باللحم. طبعا واحد يلقاها لقية كلش يعني تفيد للأولاد. يا ربي أكون ما طولت عليكم. هذا روتين تحفيزي إلي وإلكم، وكل ما تسووه اجعلوه قربة لوجه الله تعالى. يا ربي يحفظ أولادنا وأولادكم من كل سوء وكل مكروه، ويسلمنا ويسلمكم من كل شر بحق محمد وآل بيت محمد. لا تنسوني من صالح دعائكم. أم حمودي، قناتي قناة على خطى أهل البيت. طبعا أرجع وأكرر وأقول لكم سهمي وسهمكم وسهم أولادنا وأولادكم مليون مليون عافية.